بيقولوا إن الحيطان ليها ودان، بس في فندق سيسل الحيطان ليها ذاكرة. ذاكرة تقيلة مليانة وجع وأسرار ما بتتحكيش. إحنا النهاردة مش في قصة رعب خيالية، إحنا في قلب لوس أنجلوس، قدام مبنى اتبنى عشان يكون قصر للأغنياء، فانتهى بيه الحال وبقى مغناطيس لكل ما هو غامض ومأساوي. من بره فندق سيسل شكله عادي، مبنى كلاسيك شيك، بس من جوه الحكاية تانية خالص. الفندق ده مع الوقت بقى عنوان لمنطقة سكيد رو، أخطر وأفقر مكان في أمريكا، المكان اللي الفقر واليأس فيه بقوا هم السكان الأصليين. ومع السنين الفندق بدأ يجمع طاقة سلبية غريبة، وكأن الحوادث اللي بتحصل فيه بقت عرف مش مجرد صدفة. حالات اختفاء، انتحار، حوادث ملهاش تفسير. سمعة الفندق بقت زي اللعنة. بس الغريب إن الحقيقة دايماً أبسط وأصعب في نفس الوقت. الناس اللي كانت بتسكن فيه هم ناس الظروف داست عليهم. وأشهر حكاية خلت العالم كله يبص لسيسل بخوف كانت سنة 2013، حكاية إليسا لام، بنت كندية شابة. رحلتها كانت عادية لحد ما ظهر الفيديو الشهير بتاع الأسانسير. إليسا واقفة بتكلم حد مش موجود، بتستخبى من خيال، حركاتها مش بشرية وكأنها بتلعب استغماية مع الموت. وبعد أيام من البحث لقوها في خزان المية فوق السطح. إزاي وصلت له هناك؟ وإزاي غطا الخزان اتقفل عليها؟ أسئلة كتير، والتحقيقات قالت حادث، بس القلوب ما بتصدقش الورق. الإنترنت خلى سيسل أسطورة رعب، والميديا صورته إنه مكان مبسوس. بس الحقيقة يا صاحبي إن الفندق ده مراية لواقعنا، مكان شاف أضعف لحظات البشر، وشال حكايات ناس كانت بتدور على حياة أفضل فتاهوا في ممراته. سيسل مش مسكون بالأرواح، هو مسكون بالذكريات اللي مفيش حد عايز يفتكرها.